ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كلنا نكون بخير. المره اللي فاتت احنا خلصنا ايه؟ خلصنا جزء الدعامه في النبات والدعامه في الانسان، والنهارده ان شاء الله هنتكلم بسرعه على جزء الحركه في النبات والحركه في الانسان. تمام. اول جزء في الحركه كان تعريف للايه؟ الحركه. الجزء ده اتشال، اللي هي كانت ظاهره تنشا ذاتيا والكلام ده كله اتشال. وبعد ما كنا بنتكلم على تعريف الحركه كان في حاجه اسمها شروط الحركه، وجود هيكل صلب يتصل بيه العضلات، والهيكل يكون مش عارف جامد، مش الكلام العبيط ده. شروط الحركه اتشالت، الهياكل خارجي وداخلي اتشال. فيلا نتكلم على انواع الايه؟ يلا نتكلم على انواع الحركه. الحركه يا جماعه عندي حاجه من الثلاثه، يا اما حركه موضوعيه، لا انا بتكلم على انواع الحركه عامه، وبعد كده اتكلم على الحركه اللي في النبات، وبعد كده اتكلم على الجهاز العضلي. الحركه الموضوعيه دي يا جماعه هي حركه جزء بالنسبه لباقي اجزاء الجسم، يعني حركه ايدي دي حركه جزء بالنسبه للجسم كله، حركه دقات قلبي، الحركه الدوديه اللي في الامعاء، كل دول اسمهم حركه موضوعيه، هي حركه عضو بالنسبه لباقي اعضاء الجسم. تاني حاجه عندي الحركه الكليه اللي بنتقل بيها من مكان لاخر، فسموها الحركه الحركه الانتقاليه هي حركه الجسم كليا من مكان لاخر، بحثا عن ثلاث حاجات، اما بحثا او سعيا وراء الغذاء، او سعيا وراء الجنس الاخر، او تلافيا لخطر ما في الطبيعه. في مشاكل. وكان في سطر معفن كده، كل ما كانت وسائل الحركه قويه كل ما زادت دايره. تقريبا السطر ده برضو ايه؟ اتشال. ثالث نوع من انواع الحركه هي الحركه الدائبه اللي بيسموها المستمر. دي حركه بتحدث على مستوى الخليه نفسها. من اشهر الحركه الذاتيه الدائبه اللي عندنا في المنهج السيدي اسمها الحركه الدورانيه الايه؟ هي حركه السيتوبلازم زي ما نشرحها كمان شويه، هي حركه السيتوبلازم بشكل دائري جوه الخليه، فدي حركه تحدث على مستوى الخليه، بتحدث في اي خليه حيه. طول ما خليه حيه او كائن حي يبقى اكيد عنده حركه دورانيه سيتوبلازميه، ولما اقول لك الكائن ده ميت يبقى اكيد توقفت عنده الحركه الدورانيه السيتوبلازميه. بيقول لك هدف الحركه الدائبه او المستمره دي هي استمرار الانشطه الحيويه زي ما هنعرف دلوقتي. بعد ما اتكلمنا بشكل عام كده على انواع الحركه، طب حد يقول لي هي حركه الكائنات الاوليه زي الاميبا والبراميسيوم اللي هي الكائنات اللي عندها خليه واحده ينفع يكون اصلا عندها حركه موضعيه؟ مش ينفع، هي خليه واحده، فلو اتحركت من مكان للتاني يبقى دي كلها حركه كليه. بعد ما اتكلمنا كده على انواع الحركه، يلا نتكلم على انواع الحركه في النبات، وهم 5. اول حركه معانا في النبات هي الاستجابه للايه؟ الاستجابه لللمس، ولازم نعرف كل حركه واشهر كائن فيها هو مين. الاستجابه باللمس اشهر كائن معانا هو نبات المستحيه. الكلمه الصغيره، الجمله الصغيره اللي في الكتاب اللي بعد كده هنفسرها يقول لك ايه؟ بمجرد ما بتلمسه بيتدلى اوراقه وكأن اصابه. بس يلا نشرح بقى تفاصيل، بس الجمله دي معروفه. معنى كلمه يتدلى اوراقه وكأن اصابه الذبول، ده معناه ان هو فقد الميه، ملحه كتير، ضغط الاسموزي عالي، دعامته الفسيولوجيه قليله، ضغط امتلاؤه قليل. الاستجابه باللمس هي حركه تعتمد على الاكسجينات، غلط، هي حركه تعتمد على الميه، صح. هي حركه تعتمد على الدعامه الفسيولوجيه، صح. وخلي بالك هي حركه سريعه لانها اعتمدت على حركه الميه، فهي حركه سريعه. تمام؟ ماشي. خلي بالك يا جماعه، هو النبات دلوقتي وهو بيفقد الميه بيفقدها في انهي اتجاه؟ الميه طاحي كده، وهو بيرجع يكتسب الميه تاني لما ما تلمسوش كده، الميه تتملي كده. في اي مشاكل؟ خلصنا اول حركه اللي هي الاستجابه باللمس. تاني حركه معانا الاستجابه للنوم والايه؟ واليقظه. كما في نبات برضو المستحيه ركز زائد بعض البقوليات. ايه اللي بيحصل؟ يقول لك والله ده لما يحل عليه الظلام بيتقارب اوراقه من بعضها، ولما بيجي يستيقظ بتتباعد الوريقات. ركز ان معنى كلمه تتقارب الوريقات او النبات من بعضه هو نفس لفظ كلمه يتدلى، ولكن قال يتدلى مع اللمس وقال مع النوم تتقارب الوريقات. تمام؟ بس يقول لك بقى ايه؟ نفس الكلام بالظبط، خلاص اللي هنا زي اللي هنا. يقول لك ايه؟ متى لا يظهر تاثير اللمس على نبات المستحيه؟ ما الضرب في الميت، ما هو ميت، مش خلاص هو كده كده بالليل نايم متدلى وفاقد الميه، فما هتلمسه مش هيحصل حاجه، ما هو فاقد الميه. ثالث حاجه هي حركه الانتحاء. جماعه بالمناسبه الانتحاء بيحدث فيه جميع النباتات، يعني لما اجي اجيب لك اي نبات واقول لك بيعمل كام حركه، اول حاجتين تذكرهم لي حركه الدورانيه السيتوبلازميه، وتاني حركه الانتحاء. تمام؟ والله بقى لو مستحيه تذكر اللمس، تذكر النوم واليقظه، والله لو بصل تذكر مثلا ايه؟ حركه الشد. بس الاثنين الثابتين دايما انتحاء وحركه دورانيه سيتوبلازميه.
يا جماعه ايه هو تعريف الانتحاء؟ هو الانتحاء بكل بساطه يا جماعه كده كده النبات بينمو، ولكن لو النبات وهو بينمو غير اتجاه النمو، انما ناحيه اليمين انما ناحيه الشمال، هو ده معنى كلمه ان الشخص ينتحي او النبات ينتحي. ده لفظ كلمه الانتحاء، هو تغيير اتجاه النمو. بس في مشاكل الانتحاء هنعرف عنه 3 جمل او 3 معلومات. في معلومه ثالثه، حوار القمه الناميه لو شلناها ولو حطينا مايكا حطينا جيلاتين، سيب النقطه الثالثه دي ان شاء الله للهرمونات. يبقى المره دي انا عايز اعرف كام نقطه في الانتحاء؟ حاجتين. النقطه الاولانيه خلي بالك ان في الساق اكسينات كتير تعمل ايه في الساق؟ تزود نمو الساق. وفي الجذر الاكسينات الكتير تثبط يعني تقلل نمو الجذر. بس يبقى اول معلومه نعرفها اكسينات كتير في الساق تزود نمو الساق، اكسينات كتير في الجذر تثبط وتقلل نمو الجذر. خلي بالك انا قلت تثبط وتقلل، ما قلتش تنعدم. تمام؟ ماشي، دي اول معلومه نعرفها. ايه هي بقى تاني معلومه؟ الاكسين بيكره الضوء ويكره اللمس، ويحب حاجتين، يحب الجاذبيه ويحب الرطوبه. ما معنى الكلام ده؟ دلوقتي اهو النبات لو عرضته للضوء اهو من ناحيه واحده، فهو بيكره الضوء، فكل الاكسيدات غالبا هتروح فين؟ جزء كبير قوي بنسبه كام لكام؟ 65 ل 35. المهم اغلب الاكسيدات كلها هتروح ناحيه الجانب البعيد عن الضوء. طب لو ده الساق وده الجذر، اكسيدات كتير في الساق هتزود نمو الساق فتخلي الجزء ده يكبر اكتر من الجزء ده فيروح ينتحي ناحيه الضوء. طب لو ده الجدر اكسيدات كتير هتثبط الحته دي فتخلي الحته دي تكبر اكتر من الحته دي، فبالتالي الجدر يروح بعيد عن الضوء. ايه ده؟ الساق انتحى ناحيه الضوء، يبقى الساق منتحي ضوئي موجب. ايه ده؟ الجذر انتحى بعيد عن منتحي ضوئي سالب. في مشكله لحد دلوقتي؟ طب دلوقتي لو انت لمست، لو ده مثلا خلينا نعتبر مثلا ده مثلا ايه؟ خشبه. لو اعتبرنا ان دي خشبه وده مثلا النبات، ده جنب النبات اللي هنا وده جنب النبات اللي هنا، جنبين النبات هو ده البتاع. لو جيت النبات هو بالجنب ده لمس الحيطه دي، طب ما كده لمس، فالاكسونات بتكره اللمس فكل الاكسونات هتروح هناك. لو ده ساق الحته دي تكبر اكتر من الحته دي، فعشان كده الساق هيلف حوالين الدعامه او الخشبه دي. طب لو ده جدر تاني الاكسونات كلها هتروح هنا، الحته دي هتثبط الحته دي هتكبر، فيروح الجدر ايه؟ رايح ينحني بعيد عن اللمس. عشان كده الرسومات المشهوره دايما يجيب لك صوره ساق لافف حوالين الخشبه، فده معناه ان الساق منتحي لمسي موجب، ويجيب لك طوبه وجدر نازل رايح بعيد، ده معناه ان الجدر منتحي لمسي سالب. في مشكله؟ منتحي لمسي موجب منتحي لمسي سالب. طب تعالى نشوف حوار الجاذبيه. كانوا الاول قالوا اشمعنى حضرتك دايما الساق بيطلع لفوق والجدر لتحت؟ قال لك الساق عايز ضوء فبيطلع لفوق والجدر عايز ميه فبينزل لتحت. لا الكلام ده كله هجص ومش مظبوط. راحوا جابوا نبات ونيموه بالعرض كده، تمام؟ ادي الساق وادي الجدر، ده قسموه نصين، ده نص ونص وده نص ونص. طبعا بكل بساطه لو هنا اوكسينات وهنا اوكسينات، لما النبات يتقلب كل الاوكسينات هتنزل فين؟ تحت. يلا، فلو الحته دي ساق الاوكسينات الكتير تزود نمو الساق، فبالتالي دي تكبر اكتر من دي فالساق يطلع لفوق. مع الجاذبيه ولا عكس الجاذبيه؟ عكس الجاذبيه، يبقى الساق منتحي ارضي سالب. الاكسيدات الكتير هنا هتثبط نمو الحته دي فتخلي دي تكبر اكتر من دي فينزل الجدر ناحيه الجاذبيه، يعني بيحب الجاذبيه، يعني الجدر منتحي ارضي موجب. اخر حاجه الرطوبه. لو انا عرضت، ينفع اصلا في الرطوبه اعرض الساق لمصدرين ميه مختلفين؟ هذه تجربه غير قابله على ارض الواقع. دايما النبات الجنبين بتوع الساق متعرضين لنفس الرطوبه، نفس بخار الميه اللي في الهواء. عمرك ما هتقدر تعرض جنبين ساق لنوعين مختلفين من الرطوبه الا لو انت زارع النبات مثلا نص في مصر ونص في افريقيا مثلا، فده طبعا مش ابليكابل اساسا. مفيش حاجه اسمها الساق منتحي مائي موجب ولا مفيش حاجه اسمها كده. طب بالنسبه للجدر، جماعه لو دي حله وده الجدر اهو، والجدر ده الجنبين بتوعه وهنا في ميه كتير، الاكسدات بتحب الميه، فالاكسدات هي كلها هتروح ناحيه الجانب اهو اللي لامس الميه، الحته دي تتثبط، الحته دي يزيد نموها فتلاقي الجدر راح ناحيه الميه، يبقى الجدر منتحي مائي ايه؟ في مشكله؟ رابع نوع من انواع الحركه معانا رقم 4 حركه الايه؟ حركه الشد. والشد فيه منه نوعين. اول نوع معانا هي حركه الشد في محاليق النباتات المتسلقه. ايه هو النبات المتسلق؟ قلنا بكل بساطه دي مجموعه نباتات
زي البسله مثلا، وزي مين؟ زي العنب، وزي ايه تاني؟ زي البطيخ. المهم اشهر حد فينا نعرفه اللي هو البسله والعنب، البازلاء والعنب. ركز ان البازلاء دي تبع الايه؟ تبع البقوليات. ركز ان بعض البقوليات كان عندهم النوم واليقظه. ركز ان البسله او غير البسله كان عنده انتحاء. ركز ان البسله اللي هي البقوليات اتذكرت فيه الشد في محاليق النباتات المصلقه. والعنب جماعه، هو العنب اتذكر فين؟ اول حاجه في حركه الشد في محاليق النباتات المصلقه. ثاني حاجه الحته بتاعت حرف القاف اللي هي الحاجات اللي عندها تضاعف صبغ رباعي 4 نون. المهم بكل بساطه يا جماعه النباتات المصلقه دي نبات الساق بتاعها مش قادر يسلط طوله، فبالتالي ما عندوش دعامه كويسه كافيه تخليه ينمو راسيا كده. فبالتالي معنى ان هو ينمو بالعرض كده ده معناه ان كميه الضوء اللي هيحصل عليها عشان يعمل بناء ضوئي هتكون قليله، وعاجلا او اجلا لو فضل كده غالبا هيموت. خلي بالك انا قلت جملتين هنا، قلت النبات ده لو فضل ينمو بالعرض الساق بتاعه كميه الضوء اللي بيحصل عليها قليله ومعدل بناء الضوئي هيكون قليل، وغالبا بيموت. عشان لو لقيت الاختيارين دول في اجابات في الاختيارات ومحتاج ان انت تختار اختيار واحد، تختار مين؟ ده. يقول لك كده هيأثر على معدل ده. تمام؟ ان غالبا دي الله غالبا هيموت ولا لا. تمام؟ فبكل بساطه طب احنا عايزينه يسلط طوله، فبنجيب له بكل بساطه حيطه كده او خشبه او تدشينه، يروح ايه؟ يروح بتشعبط فيها الساق ده وقايم لفوق، ومن هنا جه لفظ كلمه النبات المتسلق. طب بيعمل ايه؟ بيطلع من عنده بتاع ايه؟ بتاع اخضر ملولو كده، هو مش ملولو، هو بتاع اخضر طري كده، اسمه الايه؟ اسمه المحلاق. في جمل بتتقال، اول حاجه يبدا المحلاق عمله زي الحرامي كده عايز يطلع سطح بيت، يبدا المحلاق عمله بان يدور في الهواء، بيدور على ايه؟ بيدور على دعامه يقفش فيها. يبقى اول حاجه يبدا المحلاق عمله بان يدور في الهواء حتى يلاقي جسما صلبا. اول ما يلاقيه يلتصق بيه، وبعد ما يلتصق بيه يلتف حواليه. طب ما هو لا اهو لقاه التصق بيه التف حواليه، وبعد كده بعد كده ما يتبقى من اجزاء الحالق يتلولو. فلما يتلولو وادي الحته هي زي ما هي، فلما يتلولو الطرف ده قافش فين؟ قافش في الساق اهو. يروح طالع له محلاق تاني يبدا عمله بان يدور في الهواء حتى يلاقي جسم صلب، بعد كده يلاقيه يلتصق بيه، بعد كده يلتف حواليه، بعد كده يتموج ما بقى من اجزاء الحالق النبات اهو. وبكده النبات بيستقيم راسيا. حد عنده مشكله مع الاساسيات؟ طب وبعد ما بتاع كده استقام النبات راسيا، اخر حاجه في المحلاق بيحصل لها ايه؟ يتغلظ ما بقى من اجزاء الحالق بانسجه ايه؟ انسجه دعاميه اللي هو النسيج الكولنشيمي والسكالر شيم. يبقى الحاجه يبدا عمله بان يدور في الهواء حتى يدركه جسمه صلبا، يلتصق بيه، يلتف حواليه، وبعد كده ما تبقى من اجزاء الحالق ايه؟ يقعد يتلولو، وبكده يستقيم الساق راسيا. واخر خطوه ان المحلاق ده اخضر وطري ممكن يسيب، ما هو النبات ده كل ما هيكبر المحلاق ده لو هو طري هيتقطع والنبات تاني هيرجع ينام تاني. فعشان كده كان لازم المحلاق ينشف ويتقوى ويتغلظ عليه انسجه دعاميه، النسيج الكولنشيمي والنسيج السكارنشيمي. الكلام ده جميل. انا عندي بقى كذا اشكاليه وكذا استنتاج وكذا سؤال. اول حاجه كذا اشكاليه، ليه حضرتك افترضت ان اول ما المحلاق لمس البتاع الساق لفت حواليه ما لفتش بعيد عنه؟ ما ده اللي انا لسه قايله دلوقتي، ان المحلاق جنبنا اهو وادي الدعامه اهي. اول ما الجنب الملامس للمحلاق يلمس كل الاكسجينات هتروح الناحيه الثانيه، فالناحيه دي هتكبر اكتر من الناحيه دي. يقول لك ايه؟ سرعه نمو المنطقه التي لا تلامس الدعامه وبطء نمو المنطقه التي تلامس الدعامه. معنى كده الحته دي تكبر اكتر من الحته دي فيلف الساق حواليها ما يلفش بعيد عنها. الحته دي مفهومه؟ ما هي حركه تعتمد على الاكسجينات بس ده مش الانتحاء. هو اصلا المفروض ما كانوش يحطوا اصلا مفيش حاجه ما بيحطوش اللمس اساسا مع حركات الانتحاء اساسا، لان مش كل النبات. اصل الانتحاء يا جماعه بيحدث في جميع النباتات، فكون اصلا اللي انا اتلخبط واحط لك اللمس ضمن الحاجات دي كلها ده معناه ان حركه اللمس دي بتطبق على اي نبات which is مش صح. فحركه اللمس دي هي حاجه فريده من نوعها لنوعين من النباتات، يا اما حركه ليها علاقه بالميه زي اللمس، يا اما حركه اللولوه حوالين المحلاق، ودي حاجه خاصه بمين؟ بالنباتات المسلقه فقط، فما يعتبرهاش اصلا من الانتحاء. انا شرحتها لك هنا عشان اجمعها لك بالمره، انما اصلا ما بيشرحوهاش اساسا. وافتح اي كتاب هتلاقي الضوء والجاذبيه والرطوبه ما تلاقيش موجود اللمس. مفهوم انا بقول ايه ولا مش مفهوم؟ اخر حاجه، طب اذا لم يجد المحلاق ما يلتصق حوله او يلتف حواليه يدبل ويموت. يعني ايه كلمه يدبل ويموت؟ يعني يفقد الدعامه الفسيولوجيه، ميته قليله، ملحه كتير، ضغط الاسموزي عالي، ضغط امتلاؤه ايه؟ قليل.
في مشاكل؟ مفيش مشاكل. يلا نمثل الكلام ده برسومات بيانيه. يا جماعه اذا لم يجد المحلق ما يلتصق بيه ايه؟ يدبل ويموت. ماشي، ده معناه لو هم دول الجنبين، فالجنبين بمرور الوقت ايه؟ بيموتوا كده. طب طول ما المحلاق في مرحله البحث عن الدعامه، طول ما الجنبين بيكبروا بايه؟ بنفس المعدل. هترسمهم كده صح، هترسمهم كده صح، ده معناه ان الجنبين بيكبروا بنفس الايه؟ بنفس المعدل. وعليكم السلام. ماشي. طب مجرد ما بيلمسوا دعامه، الجانب البعيد عن الدعامه هيكبر لفوق، هيزيد معدل النمو، والجانب القريب من الدعامه هيقل معدل النمو. خلي بالك هنا، انا ما اقصدش ان ده مش هينمو، انا اقصد ان الاثنين لو بيكبروا مثلا بمعدل 5 سم، ده بعد كده هيكبر بمعدل 8 سم مثلا، وده هيكبر بمعدل 2 سم. في اي مشاكل في الرسومات البيانيه؟ ناقص لنا بس حاجه واحده، عايز تفهمها افهمها، مش عايز تفهمها تفهمهاش، هي حاجه مستوى عالي شويه. يا جماعه هو المحلاق بيبدا اخضر وكده بيلولي وكده وصغنن صح؟ طب ما عشان يكبر وبتاع ويطول الدعامه كان لازم ان هو يكبر، وبعد مرور الوقت بيتغلظ. يعني كان اخضر صغير، بعد كده بقى كبر شويه فبقى اخضر كبير، اخضر يعني لسه فيه الحيويه وحي، اخضر كبير وبعد كده نشف. ده معنى ايه لو انا ارسمها بشكل خليه؟ اقول لك انه في الاول كان اخضر وكده، كان عليه خليه برانشيميه، بمرور الوقت مثلا بقى عليه خلايا برانشيميه كتيره، بقى اخضر كبير. طب بمرور الوقت هيتغلظ بايه؟ اول حاجه بسليلوز فيبقى كولانشيمي، بعد كده لجنين فيبقى اسكارانشيمي. يعني لو عايز اشوف الدعامه الفسيولوجيه بمرور الوقت، اول حاجه ده كان معايا خليه واحده فالدعامه الفسيولوجيه هتزيد، بعد كده بقيت خلايا كتير فالدعامه الفسيولوجيه هتزيد اكتر، بعد كده بقيت كولانشيمي فالدعامه الفسيولوجيه خلاص زي ما هي ثابته ما زادتش، 3 فضلوا 3، بعد كده اللجنين هيخليها تموت هتقل. ولكن لو انا بتكلم هنا عن الدعامه التركيبيه، اول حاجه ما كانش عندي دعامه تركيبيه، بعد كده بقى ما بقاش عندي دعامه تركيبيه، اول ما بقيت كولانشيمي الدعامه التركيبيه زادت شويه، بعد كده لما اتحط عليه لجنين زادت قوي، واكيد برضو هتثبت. دلوقتي النوع الثاني اللي فاضل لنا من حركه الشد هي حركه الشد في جذور القرمه والابصال. بالمناسبه الابصال اللي هو البصله، الحاجه المكعبره الكبيره هي البصله، هي القرمه. ايه الفرق؟ البصله شرايح، انما مثلا القلقاسه لفظ القرمه ولفظ البصله. البصله حاجه كبيره كده مدوره صح، بس كلها شرايح، طبقه 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 طبقه، انما القرمه هي الكره الكفر مره واحده زي القلقاسه ما تعرفيش تطلعي منها شرايح. ايه اللي حصل؟ بكل بساطه يا جماعه لما جم يزرعوا البصل حطوا مثلا البذره بتاعت البصل على مستوى قريب من التربه، فلقوها بقدره قادر كده كده هم عارفين ان البذره هتكبر وتدي جذور وساق واوراق، بس هو كانوا فاكرين ان هم يجيبوا الجذور والساق واوراق منين؟ من هنا. ما انا حطيت البذره هنا فطبيعي ان الجذور والساق والاوراق يتكونوا هنا عند سطح التربه، ولكن اكتشفوا ان بيحطوا البذره هنا يلاقوا البصله اهي، ادي الساق بتاعتها اهي، وادي الجذور بتاعتها اهي، وادي الاوراق بتاعتها اهي. ايه اللي نزلها الارتفاع ده كله؟ هي حركه الشد في جذور القرمه والابصال. جت ازاي؟ بكل بساطه البذره دي هيطلع لها جدر صح؟ اهي. فاللي بيحصل كالاتي، ان الجدر حجمه او طوله بيزيد ثم يتقلص زي البتاع الملولوه كده، وهي المفروض تتقلص فتشد البذره لتحت، بعد كده الجدر يكبر اكتر ثم يتقلص فهتنزل البذره. طبعا البذره كل ما بتنزل كل ما بتكون عندها مثلا ورقه صغيره، ساق صغير، جذر صغير، فالجدر حجمه يزيد ثم يتقلص فينزل النبات لتحت شويه، فكده يهبط النبات في التربه للمستوى الطبيعي بيقول لك ايه المناسب ليه. يا جماعه ايه هي الاسماء اللي على الرسمه؟ نبات زي نبات عنده جذور وساق واوراق، ده الجدر اللي بيشده فسموه جذور الشده، دي الحته اللي بناكلها فهي دي الساق. ايه ده؟ احنا اول مره نشوف ساق موجوده في الارض. ايه ده؟ الساق دي الحته اللي بتختزن الغذاء فسموها الساق الارضيه، الساق الارضيه المختزنه. طب مين ده؟ ده الورقه، ده الجزء اللي عامل زي الاريال اللي ظاهر في الهواء فسموه الاجزاء الهوائيه. يقول لك حركه الشد دي استفدنا منها ايه؟ استفدنا ان النبات نزل على بعد مناسب من سطح التربه مما زاد من تدعيمها وتامين اجزائها الهوائيه ضد الرياح. لو جت شويه رياح كبيره عمرها ما تعرف ايه تستأصلها من مكانها عشان هي على بعد مناسب من التربه. كما ان قلنا اي حاجه عايز تحفظها تحشرها في التربه فانت كده بتحافظ عليها. ثالث حاجه انت نزلتها اكتر، خليتها تحصل على مواد غذائيه اكتر، اكسجينات اكتر، فبالتالي ما شاء الله الساق بتاعتها دايما بتكون متغذيه وكبيره. ايه الامثله اللي عندنا في الكتاب؟ الزنجبيل مثلا، البصله،
الزنجبيل بيقولوا عليه على فكره يا جماعه في الكتاب اسمه ريزوما. ليه؟ عشان لما اجي اقول لك سمعت كلمه ريزوما فين تفتكر لي باب التكاثر الدرس الثاني لما نيجي لها ان شاء الله. اخر حركه معانا هي الحركه الدورانيه السيتوبلازميه. جماعه الحركه الدورانيه السيتوبلازميه قلنا هي حركه تحدث على مستوى الخليه. تاني حاجه ان هي تحدث في الخلايا الحيه، لو مش موجوده في اي خليه حيه ده معناه ان الخليه ماتت. الحركه الدورانيه السيتوبلازميه تعريفها هو حركه السيتوبلازم جوه الخليه في شكل دوراني يركز في اتجاه واحد. يقول لك ايه اهميتها؟ والله تنظيم الانشطه الحيويه بتاعه الخليه. يعني ايه الكلام ده؟ انا مثلا عندي خليه اهي، دي مثلا الميتوكوندريا ودي مثلا البلاستيده الخضراء، فانا عارف ان الميتوكوندريا ده كان بيجي لها جلوكوز والاكسجين ويطلعوا اي تي بي وثاني اكسيد الكربون وايه؟ وميه. ثاني اكسيد الكربون الاي تي بي خلاص طلع اهو، ثاني اكسيد الكربون والميه يروح يخش البلاستيده ويجي للبلاستيده ضوء الشمس فنعمل احلى سكر واكسجين. مين اللي بينقل الجلوكوز والاكسجين من هنا يوديه هنا؟ مين اللي بينقل ثاني اكسيد الكربون والميه من هنا لهنا؟ ما هو ده السيتوبلازم اللي بينظم الانشطه الحيويه. خلي بالك هم شافوها على نبات مين؟ شافوها على نبات الالوديا. اشمعنى؟ علشان بلاستيداته حجمها كبير، لان السيتوبلازم شفاف عمرك ما تشوفه وهو بيتحرك حركه دورانيه. قال لك طب ما هو مثلا عامل بالظبط زي الحله لو فيها ميه بتلف، انت مش طول ما هي شفافه مش تشوف هي بتلف. قال لك حط نشاره خشب هتشوف ان النشاره بتلف، ده معناه ان الميه بتلف. نفس الكلام نبات الالوديا بلاستيداته كبيره، فلما تشوف البلاستيده الخضراء الكبيره دي بتلف كده تعرف ان السيتوبلازم بيلف كده. فعشان كده يقول لك ايه؟ حركه السيتوبلازم ترجع الى حركه البلاستيدات الخضراء ولا حركه البلاستيدات الخضراء ترجع الى وجود السيتوبلازم؟ حركه البلاستيدات ترجع الى حركه السيتوبلازم. انما حركه السيتوبلازم اتحركت بسبب مثلا حركه البلاستيدات، الكلام ده غلط. خلي بالك الحركه الدورانيه السيتوبلازميه بتعتمد على حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي مفيش عليها جدال ومفيش فيها شك وجود الميه. النبات اللي فيه ميه اكتر حركته الدورانيه كبيره، عشان كده النبات المائي حركته الدورانيه السيتوبلازميه اكتر ولا النبات اللي في الصحراء؟ لا النبات المائي. تاني حاجه اللي بيتكلموا عليها هو وجود الطاقه. الاي تي بي مهم جدا للحركه الدورانيه السيتوبلازميه. بس فكل ما الاي تي بي او الطاقه في الخليه زادت كل ما الحركه الدورانيه السيتوبلازميه هتزيد. حد عنده مشاكل؟ كده خلصت كده خلصت جزء الحركه في النبات. بس اعتقد ما فيش اي سؤال اصلا بيجي في الامتحانات ولا اي حاجه غير الكلام اللي اتشرح. حد عنده اي سؤال في الحركه في النبات؟ كده يا جماعه خلصنا الحركه في النبات. يلا بينا نتكلم على جزء الحركه في الانسان. هنتكلم على الجهاز العضلي. خلي بالك اول حاجه معانا ان الجهاز العضلي ده بيتكون من مجموعه من العضلات. اذا ايه هي الوحده التركيبيه للجهاز العضلي؟ هي العضله. تاني حاجه خلي بالك مهمه جدا جدا جدا، ان العضله دي نعرفها بالايه؟ باللحم. كلام فارغ، احنا عارفين ان الجلد ثم شحم ثم لحم ثم عظم. خلي بالك انا كان عندي كام عظمه؟ 206 عظمه. دلوقتي انا عندي 620 عظمه او اكتر. خلي بالك ان العضله شكلها عامل كده، عباره عن شويه الياف، فبيقولوا عليها ليفيه او خيطيه الشكل. لا قدره على العضله تعمل غير انقباض وانبساط. كل ده كلام فارغ طبعا. بعد كده هنتكلم على وظائف العضله. كان عندنا في الكتاب القديم 4، دلوقتي بقوا 2، وانا مش فاكر بصراحه، او احنا بنشرح افتكر ايه الحاجات اللي اتشالت في الاثنين، بس يعني كلام فارغ يعني عادي يعني نعرفه خلاص. اول حاجه حركه كليه، حركه موضعيه. بعد كده الحفاظ. بعد كده استمرار حركه الدم والحفاظ على ضغط الدم. يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه من وظائف العضله الحركه الكليه، هي اللي بتخلينا نتحرك من مكان نروح مكان تاني، بسيطه. ثاني حاجه الحركه الموضعيه، هي حركه جزء بالنسبه لباقي اعضاء الجسم. ما هي فعلا بتخلينا نتحرك، هو حركه جزء بالنسبه لباقي اعضاء الجسم. وفي جمله في الكتاب وبالتالي تمكن الانسان من اداء حركاته الميكانيكيه. ايوه يعني اعرف اوطي اطلع اسجد، الكلام ده كله كلام فارغ. ثالث حاجه دي اتشالت، رغم ان ازاي حضرتك دي تتشال، وان استمرار حركه الدم اللي هنتكلم عليها اصلا معتمده على انهي نوع من العضلات؟ العضلات الملساء. وانا اصلا جاي ادرس عضلات هيكليه، فالمفروض تشيل لي رقم 4 وتسيب لي المثال بتاع العضلات الهيكليه. لا هو شال 3 وساب 4. رقم 3 برضو نعرفها، الحفاظ على وضعيه الجسم في الجلوس والوقوف والكلام ده كله. ازاي؟ عن طريق عضلات مين؟ الرقبه والجذع والاطراف السفليه.
بس في حاجه صعبه؟ يبقى مين العضلات اللي بتخلينا نحافظ على وضعنا واحنا واقفين او احنا قاعدين؟ وانتوا قاعدين قدامي راسكم مثلا مش مدلدله، الرقبه والجذع. يقول لك افرد ظهرك مثلا والاطراف السفليه لو انت ايه؟ لو انت واقف، ولو انت في اتوبيس مثلا وجي واقف مره واحده، اللي بيسندك مين؟ اطرافك السفليه، العضلات بتاعتها. في مشكله؟ رابع حاجه معانا استمرار حركه الدم والحفاظ على ضغط الدم داخل الاوعيه الدمويه. قلنا يا جماعه بكل بساطه ايه اللي بيخلي الدم يتحرك جوه الوعاء الدموي؟ الوعاء الدموي ده حاجه من الاثنين، يا اما شريان يا اما وريد. هنا بيمشي دم وهنا بيمشي دم. لو انت بتتكلم على الشريان، ايه العضلات المسؤوله على حركه الدم في الشريان؟ كده كده احنا عارفين ان الشريان في الجدار بتاعه في طبقه عضلات ملساء. يبقى اول حاجه العضلات الملساء. تاني حاجه العضلات، ما هو القلب هو اللي بيضخ الدم فين؟ في الشرايين. يبقى تاني حاجه بتخلي في حركه للدم القلب، اللي هو طبعا العضله الايه؟ العضله القلبيه. انما لو انت بتتكلم على الاورده، مثلا وريد رجع من صباع رجله الصغيره رجع للقلب، هيطلع ازاي والدم يطلع فيه عكس الجاذبيه؟ قلنا ما تقلقش، ده في صمامات، لما الدم يطلع شويه الصمام يقفل، الدم يطلع اكتر الصمام يقفل، يعني يمنع رجوع الدم مره ثانيه. يبقى اول حاجه الصمام. واحد يقول لي ماشي ما عنديش مشكله ان الدم لما يطلع الصمام يقفل، ايوه مين برضو اللي بيطلعه؟ اقول لك العضلات الهيكليه. حاجه مثلا زي الوريد اللي طالع لقلبي، هنا مثلا في عضله زي السمانه، هي عضله توأميه تفعص الوعاء فتخلي الدم يطلع فالصمام يقفل، وهكذا. يبقى تاني حاجه هنا بتخلي الدم يطلع في الاورده هي العضلات الهيكليه. ركز، اذا ترجع حركه الدم في الشرايين الى العضلات الملساء والعضلات القلبيه. القلبيه طبعا قبل الملساء. انما ترجع حركه الدم في الاورده الى الصمامات، ماليش دعوه بيها، بس هي نوع من العضلات هنا. اذا ترجع حركه الدم في الاوعيه الدمويه بشكل عام اعتمادا على انهي نوع من العضلات؟ الثلاثه، الهيكليه والقلبيه والملساء. ما انا قلت اوعيه دمويه، قلت ترجع حركه الدم في الاوعيه الدمويه، ما حددتش شريان ولا وريد، انهي نوع من العضلات؟ الثلاثه، الملساء القلبيه الهيكليه. تمام، فاحنا عرفنا كلمه استمرار حركه الدم. ايه بقى الحفاظ على ضغط الدم؟ قلنا الدم ماشي مثلا في الشريان بسرعه معينه بسبب العضلات قافله بشكل معين، طبعا عامله زي نظريه الخرطوم. ايه اللي يخلي الميه جوه الدم، ايه اللي يخلي انا اسف الدم جوه الوعاء الدموي ينطر جامد قوي كده، عامل زي الميه اللي في الخرطوم. ايه اللي بيخلي الميه تطلع جامد قوي في الخرطوم؟ قلنا حاجه من الاثنين، يا اما تضيق الخرطوم يعني تعمل انقباض اكتر للعضلات الملساء، يا اما تزود الميه جوه الخرطوم بانك تاكل مثلا ملح. واحده ضغطها واطي تاكل ملح كتير فالملح يشد الميه بالضغط الاسموزي اللي اتلغى ده، اللي احنا قلنا عنده فكره المره اللي فاتت. فلما الملح يشد الميه الوعاء حجم الميه فيه يزيد فالضغط يزيد. يبقى من الاخر امتى ترفع الضغط؟ والجمله دي انا عايزها طول السنه. امتى ترفع الضغط؟ بطريقتين، يا تضيق الخرطوم تعمل انقباض لعضلات الملساء، يا اما تزود الميه جوه الخرطوم. طب ماشي، حركه الدم او الحفاظ على ضغط الدم تم بواسطه انهي عضلات؟ العضلات الملساء. هي العضلات الملساء دي موجوده فين؟ في جدار الاوعيه الدمويه. واي عضلات انت ما تتحكمش فيها، مثانه، جدار الرحم مثلا، الامعاء. وده ياخدنا طبعا للمقارنه بين انواع العضلات الثلاثه، الهيكليه والقلبيه والملساء. بنقسمهم على حسب ايه؟ اول حاجه هي اراديه ولا مش اراديه؟ الهيكليه هي العضلات المتصله بالجهاز الهيكلي اراديه، انما القلبيه لا والملساء لا. ايه الفرق من حيث الشكل؟ الهيكليه حضرتك بيقولوا عليها مخططه، واهم ميزه واهم حاجه بتميز الهيكليه عن الباقي ان فيها انويه كتير، فهي متعدده الانويه. تاني حاجه القلبيه زي الهيكليه بالظبط. طب ايه اللي يفرق دي عن دي؟ اول حاجه دي متعدده الانويه، دي لا. تاني حاجه دي متفرعه، دي مش متفرعه. تالت حاجه كان في حاجه هنا اسمها اقراص بينيه اللي بتخلي القلب كله ينبض مره واحده، فبالتالي القلب ينبض طول العمر من غير ما العضله تحس بتعب او ارهاق او اجهاد، مثلا زي لو لعبت كوره شويه هتتعب. في مشاكل؟ تالت حاجه العضلات الملساء هي عضله مش مخططه، بتكون مغزليه الشكل كده، تمام، وفيها نواة واحده كده. بعد كده تعالى نتكلم على تركيب العضله الايه؟ العضله الايه؟ الهيكليه. ادي شكل العضله بالظبط، دي كلها عباره عن الياف. بصوا يا جماعه، زي ما شفنا كده الجهاز العضلي بيتكون من مجموعه من العضلات. لو احنا خدنا عضله ان بصينا العضله دي هنلاقيها بتتكون من شويه الياف اهي، لانها بتتكون من شويه الياف عضليه او شويه خلايا عضليه. وانا محتاج او مش محتاج اقول لكم، احنا عارفين من قبل كده ان الالياف الليفه العضليه هي الخليه العضليه، وبما ان الليفه العضليه هي الخليه العضليه اذا
هي خليه زي اي خليه، فاكيد فيها غشاء بلازمي. ما ينفعش اقول عليه كده غشاء بلازمي، اقول عليه ساركوليما. ساركو يعني نسبة الى الغشاء البلازمي بتاع العضلة، فسارك دي ليها علاقة بالعضلة. الليمة ليها علاقة بمين؟ ليها علاقة بالغشاء. فبالتالي اول حاجة في الخلية العضلية او الليفة العضلية هي خلية زي اي خلية، ففيها غشاء بلازمي، ففيها ساركوليما ده او ساركوليما عادي. طب تاني حاجة فيها سيتوبلازم. احترم نفسك، ما ينفعش تقول عليه سيتوبلازم بتاع الخلية العضلية، قول عليها ايه؟ ساركو، والسيتوبلازم خد بلازم يبقى ساركو ايه؟ ساركوبلازم. غير ان هي طبعا متعددة الأنوية، ما هي خلية عضلية. آخر حاجة في الخلية العضلية إن فيها من 1000 ل 2000 لوليفة. يعني لو اعتبرنا إن دي مثلا الخلية العضلية الواحدة، أدي حضرتك ده مين؟ ده الساركوليما، ومين ده حضرتك؟ ده الساركوبلازم، ومين المدور ده حضرتك؟ أنوية كتير. ومين الخيوط الصغننة دي كلها؟ دي اللوليفات اللي هي من 1000 ل 2000 لوليفة. ده معناه ان الليفه الواحده فيها من 1000 ل 2000 لوليفه. يعني لو عندي 5 الياف، اقل عدد من اللوليفات 5000 واكبر عدد من اللوليفات 10000. ده كله مين؟ ده كله مين يا مريم؟ ده كله الخلايا العضليه. افتحي كتابك في السؤال اللي انت كنت بتسالي فيه، شفت بتاعه كده فيها كور كتير. الكور دي اللي هي الايه؟ يبقى مين البتاعه دي؟ الليفه او الخلايا العضليه. السؤال الجاوب. في مشاكل؟ ماشي. طب لو احنا بقى جينا نبص على اللوليفه دي خدنا البتاعه الحمراء دي اهي. لو جيت بصيت عليها وكبرتها هلاقيها تتكون من شويه قطع في العضله. قطعه يعني مير، وعضله يعني سارك، فيبقى القطعه دي اسمها ساركومير. ولو بصيت على قطعه واحده، خدت قطعه واحده وابص عليها، هلاقي فيها خيوط رفيعه اسمها اكتين، وخيوط تخينه اسمها ميوسين. ومن هنا يلا نرتب على حسب السمك او كده. مين اول حاجه؟ العضله. قبل ما نرتب معلش على حسب السمك، ده لما احنا جينا نبص على العضله من القطاع الطولي. انما لما جينا نمسك عضله نقطعها بالعرض كده ونبص عليها، لقينا الاتي، اتصدمنا ان ده حضرتك العضله. حلو. لقينا ايه بقى؟ لقينا الالياف. طبعا الالياف كلها طويله، فلو قطعت بالعرض وبصيت عليها هتلاقيها كلها شبه الايه؟ شبه الدايره. لقيت ان كل شويه الياف متجمعين مع بعض وعاملين لنا ايه؟ عاملين لنا حزمه زي ادان القصب، كل 5 مربوطين مع بعض وعاملين حزمه. يبقى كده حضرتك العضله تتكون من حزم، وكل حزمه هي عباره عن شويه الياف وخلايا. يلا نرتب بقى حسب السمك او الكثافه او كده او الحجم. بص كده، ده العضله صح؟ تاني حاجه وراها الحزمه، ليفه وليفه اكتين وميوسين. مين الرفيع؟ مين التخين؟ الميوسين ثم الاكتين. في مشاكل؟ كده احنا خدنا تركيب الايه؟ تركيب العضله. يلا بينا نتكلم على ده الساركومير. بنسمي الساركومير دي اصغر ايه؟ اصغر حاجه بتنقبض في العضله، فبيسموها اصغر وحده انقباض. جماعه الجهاز العضلي بيتكون من مجموعه من ايه؟ من العضلات. اذا العضله هي الوحده التركيبيه لمين؟ الوحده التركيبيه للجهاز العضلي. طب العضله لانها بتتكون من شويه الياف، اذا ايه هي الوحده التركيبيه للعضله؟ الالياف. حد لاحظ ان الالياف موازيه لبعضها البعض هي والاليافات، والاثنين مرتبين طوليا موازي المحور الطولي بتاع العضله؟ في حد عنده اي مشاكل؟ طب يلا بينا ناخد بقى اصغر وحده انقباض اللي هي الساركومير ونشرحها بالترتيب. وركز عشان في حاجه هنا تقريبا ما شرحتهاش قبل كده، حته الشرشبه نحسبها ولا لا؟ حاجه لها علاقه بالحسابات. بصوا بقى معايا. لو لقينا دلوقتي ده حرف بيسموه حرف ايه؟ حرف زد. ماشي. لقينا هنا خيوط رفيعه سميناها الاكتين، وخيوط تخينه سميناها ميوسين. بصوا يا جماعه، قلنا دلوقتي لو انا مسلط، طبعا ده الميوسين بتاع القطعه اللي جنبها، لو انا مسلط الضوء في الحته دي هشوف ايه؟ هعدي عن طريق خيوط ايه؟ رفيعه، عامله زي الستاره رفيعه. يبقى الضوء هيعدي منها ولا لا؟ الضوء هيعدي منها. فسمينا المنطقه دي المنطقه اي، وهي منطقه تحتوي على خيوط الاكتين ويتوسطها. خلي بالك المنطقه اي دي منطقه فاتحه مضيئه، يتوسطها مين؟ الزد. ده خط داكن ومزجزج، فعشان كده سموه زد. هو خط داكن، فالمنطقه المضيئه هي منطقه بتنور في نصها حته ضلمه، اللي هو الخط مين ده؟ خط داكن زد. تمام؟ دي اول منطقه. تاني حاجه، لو انا سلطت الضوء في الحته دي هعدي عن طريق
الستاره التخينه شويه اللي هي الميوسين، فدي المنطقه الشبه مضيئه اللي بيقولوا عليها المنطقه اتش او الكورس اتش، وهي عباره عن خيوط الميوسين فقط. حد عنده اي مشاكل؟ طب ده مين؟ الحته الرفيعه دي الاي، اللي ما بين الاي والاي هنا قلنا المنطقه ايه، ودي المنطقه الايه؟ المنطقه الداكنه، ودي منطقه داكنه يتوسطها المنطقه شبه المضيئه، والمنطقه الداكنه تتكون من خيوط الاكتين ومعاها خيوط الميوسين. ومن هنا يلا نطلع قانون اللي بنحل بيه اي سؤال. سهى ان الاس بيساوي الاتش بيساوي الاي، وان الاي بيساوي الزد بيساوي اي حد من سهى لو زودت عليه. ولكن خلي بالك في القانون ان لازم الاي دايما يكون 2 غير كاملين. لازم يكون 2 غير كاملين. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا معايا على الرسمه دي، وانا ليه مسحت الشرشوبه دي دلوقتي هقول لكم دلوقتي. بصوا كده، انا عندي هنا كام اس؟ كام ساركومير؟ الساركومير هي المسافه بين خطين زد، فانا عندي كام قطعه هنا؟ عندي 2. عندي كام اتش؟ 2. عندي كام ايه؟ 2. طب عندي كام زد؟ 3. اي حد من سؤال لو زودت عليه واحد. عندي كام اي؟ 3. عندي اهي واحده كامله وعندي نص انصاص، نص ونص، ما بنجمعهمش نقول نص ونص 2 1. ده نص ونص وقطعه كامله. يعني انا دلوقتي عندي كام اي؟ عندي 3. لازم دايما في القانون ده، ركز، لازم دايما في القانون ده اللي بينطبق على شكل الرسمه دي، وهنفهم الكلام اللي انا بقوله دلوقتي، لازم الاي يكون فيه دايما 2 غير. ادي واحده كامله يبقى 2 انصاص يبقى 2 غير. تاني، القانون ده اصلا بنحل بيه اي سؤال جاي مقالي، والقانون ده بنحل بيه اني شكل من الرسومات، شكل الرسمه ده اللي يقول لك احسب لي اي في هذه القطع العضليه، القطعتين في هذه القطعه العضليه، فدي قطعه وقطعه فدول 2، فانا عندي واحده كامله واثنين غير كاملين. لان انا لو جبت لك سؤال وكملت الشرشبه، وادي يا عم ميوسين بتاع القطعه اللي جنبه، طالما لقيت شرشبه، لقيت الشرشبه دي فكك بالقانون واشتغل بدماغك. انا دلوقتي عندي كام اس، كام اتش، كام ايه، كله زي بعض، عندي كام زد، كله زي بعض. مشكلتي كلها في الايه. هو انا عندي دلوقتي هنا كام ايه؟ اهو دي ايه؟ واحده ايه؟ كامله صح؟ طب اهو ودي واحده ايه؟ ودي ايه؟ ايه ده؟ فجاه انا لقيت عندي دلوقتي كام اي؟ 3 كاملين، عشان لقيت مين؟ فانا بسميها قاعده الشرشبه. طالما لقيت شرشبه اشتغل بدماغك. ادي واحده كامله وواحده كامله وواحده كامله، كده كام؟ وفي سؤال من اسئله السنين اللي فاتت كان جاي كده، رسمه زي كده وفيها شرشبه وساكت. دول كام؟ دول حضرتك 3. في مشاكل؟ طب لو جبت الشرشبه من ناحيه واحده، يعني شلت دي خالص، يبقى عندي كام؟ عندي هنا واحده كامله، عندي هنا نص، عندي هنا واحده كامله، يبقى 2 كاملين وعندي نص. ساعتها انا ما حلتش بالقانون. يبقى تاني، القانون ده ينطبق مع اي حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ اي سؤال مقالي بالبق، اذا علمت ان عندك 5 قطع عضليه فان الاس بكذا والاي بكذا، تافه. تاني حاجه نحل بيها القانون ده، هو الرسمه دي من غير، مجرد ما نلاقي شرشيب يشتغل بايه؟ يشتغل بدماغك. في اي مشاكل؟ ركزوا بقى عشان نخش للجزء. احنا كنا بصوا دلوقتي هنتكلم على حوار العصب والعضله، ده جزء مين اللي تاه فيه؟ الجزء بتاع العصب، اتصال العصب بالعضله وازاي الانقباض العضلي. الجزء ده صعب، وكنا بنخش بعض على الوحده الحركيه اللي اتلغى كان صعب، وبعد كده التعب والاجهاد ده اهم جزء اصلا في جزء الحركه عامه، او في الباب كله، مفيش اي امتحان بيخلو منه. يا جماعه قبل ما نتكلم على الانقباض واليه الانقباض العضلي، احنا بنتحرك ازاي؟ قلنا لازم عصب يكهرب مين؟ يكهرب العضله، فالعضله تنقبض، والعضله متصله بالعظمه بوتر، فلما العضله تنقبض الوتر يتشد فيشد العظمه. اذا الحركه بتحدث بالتآزر ما بين كام جهاز؟ 3، وبالترتيب عصبي ثم عضلي ثم هيكلي. وايه اول حاجه في الهيكلي بتتاثر بالحركه؟ الوتر. في مشاكل؟ كنت عايز اقول لكم ايه، في حته في الاول اتلغت، كان يقول لك التعاون ما بين 3 اجهزه، العضلي يتكلم عنه كلمتين، العصبي كلمتين، الجهاز الهيكلي كلمتين، ده كله اتشال. في حاجه من الحصه اللي فاتت تقريبا ما قلتش عليها، مين اكتر عضو في اوعيه دمويه؟ او تعالى نرتب الانسجه او الاعضاء حسب الالتئام. اول حاجه فيها اوعيه دمويه هو الجلد، واقل واحد بس. بعد الجلد
يجي مين؟ العضله. العضله بيجي لها اوعيه دمويه كتير، معاها جلوكوز كتير، اكسجين كتير، طاقه كتير، كل حاجه في الجسم بتاعت سته العضله. بعد كده انا محتار ما بين 3 حاجات، عضله بين عظم انا اسف ووتر ورباط، صح؟ تخيل معايا مين احسن. ادي عضله فيها خير ربنا كتير، وادي عظمه، مين اللي في النص؟ الوتر، واخد من ده واخد من ده، يبقى بعد العضله يجي الوتر. طب انا عندي الرباط ما بين العظمايه والعظمايه، بياخد من هنا وبياخد من هنا، يبقى عندي الرباط ثم عظم ثم غضاريف. ده ترتيب الانسجه حسب وجود الاوعيه الدمويه اللي هو حسب القدره على الالتئام. الحته دي انا مش عايز منك تعرفها اصلا، انا عايزك تعرف ان اول حاجتين بيلتئموا فيهم اوعيه دمويه كتير الجلد والعضله، واخر حاجه الغضاريف. فكك من الحته اللي هكسر في النص دي، انت مش مطالب بيها. جماعه يلا بينا نتكلم بعد كده على الانقباض العضلي واليه الانقباض العضلي. بعد ما اتكلمنا ان لازم العصب يكهرب العضله، فالعضله تشد الوتر، فالوتر يشد العظم، محتاج اعرف بس شكل العصب. والعصب كان شكله عامل ازاي؟ كان شكله عامل كده. ده مين؟ ده جسم الخليه العصبيه، ودي كان اسمها زوائد شجيريه، وده كان اسمه محور. والمحور كان بيدي تفرعات نهائيه، والكور الاخيره دي كانوا بيسموها نهايات. ركز عشان المسميات دي بالنسبه لي مهمه دلوقتي. ده اسمه محور، ده اسمه تفرع نهائي، وده اسمه نهايه عصبيه. بصوا دي اسمها نهايه عصبيه او اسمها زرار. في الكتاب بتاعنا السنه دي عادي ممكن يتكلم على النهايه العصبيه ويقول عليها تفرع نهائي عادي. فانا عارف ان ده تفرع نهائي وده نهايه عصبيه، عادي ممكن نقول على النهايه العصبيه نهايه عصبيه او اقول عليها تفرع نهائي واخد الكتاب على قد عقله. في مشاكل؟ ماشي. لو ده دلوقتي العصب اهو، وده النهايه العصبيه، وده الغشاء بتاع مين؟ ده الغشاء بتاع ليفه، مش بتاع العضله، ده الغشاء بتاع ليفه واحده. ده مين؟ ده تفرع نهائي وده نهايه عصبيه. قلنا العصب طول ما هو يعني دلوقتي انا في وضع الراحه، صح؟ في اي عضله منقبضه، ده معناه ان العصب ايه؟ قلنا العصب سليم في وضع الراحه، يبقى العصب سليم. فطول ما انا جسمي ريلاكسد كده، العضله دي مثلا مش منقبضه، فدلوقتي العصب في وضع الراحه، يعني العصب سليم. قلنا ما معنى كلمه العصب سليم؟ يعني انا من بره موجب ومن جوه سالب. قلنا جوه في جزيئات بروتين سالبه وكلور وكلام كده حجمهم كبير ما عرفوش يطلعوا بره، وبره في صوديوم كتير. المهم يعني تعرف ان العصب في وضع الراحه بسميه ايه؟ لفظ سليم. يعني ايه سليم؟ يعني من بره موجب ومن جوه سالب. قلنا نتيجه اختلاف الشحنات في وضع الراحه الطبيعي بينشا فرق جهد مقداره سالب 70 ملي فولت، وده اللي بسميه حاله الاستقطاب. ده حاله الخلايا العصبيه في وضع الراحه لما يكون سطحها الخارجي موجب وسطحها الداخلي بيكون سالب. ده العصب وهو سليم. حلو. وطبعا ده كله موجب وده كله سالب. طب دلوقتي جه مؤثر، ففكرت مثلا ان انا عايز مثلا احرك ايدي واخليها تنقبض. الفكره تعتبر مؤثر. هذا المؤثر هيعمل ايه؟ قلنا هيفتح بوابه الصوديوم. ملحوظه صغيره تعرفها طول ما العصب سليم عشان تفهم الكلام اللي بقوله. طول ما العصب سليم لازم تعرف ان بتزيد النفاذيه بتاعته لخروج. ما اللي بيدعم ان العصب في وضع الراحه من بره موجب، ان في وضع الراحه العصب بيحب ان البوتاسيوم يخرج له بره. ففي وضع الاستقطاب بيزيد نفاذيه خروج مين؟ البوتاسيوم. وكده كده مين اللي بره؟ قلنا الصوديوم بره. فدايما انا موجب وبدعم بموجب، فانا محافظ على وضع الاستقطاب وضع الراحه الطبيعي. عشان لما يجي مؤثر زي الفكره مثلا، وقلنا الفكره تعتبر مؤثر او اي مؤثر تاني، هذا المؤثر يعمل كلمه السر، يفتح لي بوابه الصوديوم. يا جماعه بوابه الصوديوم والبوتاسيوم حاجه واحده، بس خلينا نقولها مع بعض عشان نفهم. بوابه الصوديوم، فلما يجي المؤثر اهم كلمه تتفتح بوابه، فالصوديوم يدخل، فجوه يبقى وبره يبقى، وساعتها العصب يبقى سليم ولا مجنون؟ ما معنى كلمه العصب مجنون؟ يعني العصب من بره سالب من جوه موجب. طب ما كده برضو سالب وموجب ولد فرق جهد، بس فرق الجهد في الكتاب القديم كان قايل ايه؟ هنا هو فرق الجهد اتحول من سالب 70 الى موجب 40. يعني اللي حصل للشحنات هنا ايه؟ حصل لهم انعكاس. كنت هنا بره موجب وسالب، دلوقتي بقيت سالب وموجب. مش ده صح؟ في الكتاب القديم كان بيقول ايه بقى هنا؟
يتلاشى فرق الجهد وانعكاسه. لا، هو معنى كلمه يتلاشى انه كان سالب 70 وبقى صفر، بس هو ما بقاش صفر. عشان كده قال لك ايه؟ قال لك يتغير فرق الجهد. السنه دي بقى قال لك ايه؟ يتغير فرق الجهد وانعكاسه. مظبوط، من سالب 70 الى موجب 40، وساعتها يبقى اسمها حاله اللا استقطاب. هي حاله الخلايا العصبيه لما تكون مجنونه، من بره سالب ومن جوه موجب. واهم كلمه، لو العصب هو سليم بيخرج بوتاسيوم، فالعصب هو مجنون بيدخل، بيزود نفاذيه دخول مين؟ كلمه السر في جنين اي عصب هو دخول مين؟ لما البوابه ايه؟ تفتح. بسبب مين؟ بسبب المؤثر. الحته دي حد عنده فيها اي مشكله؟ دلوقتي الحته دي بقت مجنونه، صح؟ طب والحته دي زي ما هي ايه؟ سليمه. يعني ايه سليمه؟ من بره موجب ومن جوه سالب، فالحته مجنونه والحته سليمه. فالسليمه تقول للمجنونه: يا مجنونه انت ايه؟ انت اتجننتي وسبتيني سليمه. فالمجنونه ترد عليها وتقول لها: اتفضلي خدي جناني. معنى كلمه اتفضلي خدي جناني دي ان بوابه الصوديوم هنا ايه؟ تفتح، فالحته دي تبقى ايه؟ من جوه موجب ومن بره ايه؟ سالب. الحته دي بقت سليمه ولا مجنونه؟ والمجنون يرجع، وكل شويه الحته دي مجنونه والحته دي سليمه. السليمه تقول للمجنونه: يا مجنونه انت اتجننتي وسبتيني سليمه. فالمجنونه تقول لها: اتفضلي خدي. ما معنى كلمه خدي جناني؟ يعني افتح لي بوابه، فانت هنا تبقي مجنونه وانا ارجع تاني. كلمه الجنان الحته اللي بتبقى مجنونه هو ده المقصود بيها معنى كلمه الكهرباء اللي بتمشي في العصب، السيال العصبي، النبضه العصبيه، هي حته الجنان. فلو تشوف ان النبضه عماله تتنقل من حته لحته، الجنان يتنقل من حته لحته، والنبضه جاست اتحركت من هنا لهنا. مش حد خد باله من جاست عشان باكد عليه. لو النبضه خرجت من هنا لهنا الحته دي مجنونه، رجعت الحته الاولانيه سليمه. ماشي، الحته دي سليمه والحته دي مجنونه لحد في الاخر خالص الحته دي ما هتبقى ايه؟ يعني ايه مجنونه؟ يعني من بره ومن جوه. خلي بالك ان هنا في النهايات العصبيه او في الزرار او في التفرع النهائي زي ما الكتاب بيقولوا بناخده على قد عقله، في هنا حويصلات بيسموها حويصلات تشابكيه. ليه؟ لان دي الحته اللي ما بين العصب والعضله هو تشابك. هنا نوع التشابك ايه؟ عصبي عضلي. هو التشابك احنا خدناه ممكن يكون حاجه من الثلاثه: عصب وعصبي بيتشابك عصب وعصبي، عصب وعضله يبقى عصبي عضلي، او ممكن يكون عصب وغده يبقى عصبي غدي. المهم، فدي اسمها حويصلات تشابكيه كان جواها ناقل كيميائي اسمه الاسيتايل. حلو. فيقول لك ايه بقى؟ وهنا على فكره بالمناسبه اللي موجود على الغشاء ده اسمه غشاء مين؟ ده غشاء الليفه العصبيه، ليفه عصبيه، وده اسمه غشاء الليفه العضليه. الغشاء الليفه العصبيه موجود قبل منطقه التشابك، فممكن نسمي غشاء الليفه العضليه، قصدي الليفه العصبيه الغشاء قبل التشابكي، وغشاء الليفه العضليه غشاء بعد التشابكي. ومحدش يكتب حاجه، موجوده كلها في الملزمه المصطلحات والمسميات. حد عنده مشكله؟ هنا على الغشاء قبل التشابكي او غشاء الليفه العصبيه كان في بوابه كالسيوم. فيقول لك اول ما الجنان يوصل هنا، الجنان يفتح بوابه الكالسيوم، فالكالسيوم يدخل جوه يعمل ايه في الحويصلات؟ يفجرها ويحرر منها مين؟ الاسيتايل كولين. يقول لك ثم الاسيتايل كولين يسبح في شق التشابك. وهنا في ايه؟ في مستقبلات لمين؟ جماعه هو ده كلها مين؟ غشاء الليفه العضليه. الحته اللي فيها المستقبل بنسميها ايه؟ صفائح نهائيه. الحته دي اللي ملزق صفائح نهائيه حركيه. صفائح لان هي فلات كده، نهائيه لان ده المسوى الاخير الى مين؟ الى الاسيتايل كولين. حركيه لان دي اللي من بعدها سوف تحدث الحركه. فلما الاسيتايل كولين يسبح في شق التشابك، لا ركز، لما الاسيتايل كولين بيسبح في شق التشابك ومجرد ما الاسيتايل كولين يمسك في المستقبل هنا في الغشاء تفتح بوابه الصوديوم، فالجنان يحصل. فمن جوه ابقى موجب ومن بره ابقى سالب. ركز، الحته دي بقت مجنونه، يبقى الغشاء العصب بقى سليم قبل ما يحصل اي انقباض لاي حاجه. اخر وضع وقفنا عنده ايه؟ ان العصب بقى سليم. امتى بقى سليم؟ اول ما الاسيتايل كولين يروح يقفش في المستقبل فيتفتح الصوديوم، فالغشاء يبقى مجنون، يرجع العصب سليم. ولما الغشاء يبقى مجنون، ركز، لما الغشاء يبقى مجنون ثم ان شاء الله كمان شويه سيحدث الانقباض. يعني الانقباض بيحدث، يعني هو بيحصل في وقت الجنان ولا الجنان الاول ثم الانقباض؟ لا، الجنان الاول ثم الانقباض. خلي بالك الانقباض اللي هيحصل ان شاء الله كمان شويه بيحصل دايما لما العصب يكون والغشاء بتاعه يكون مجنون. اول ما الاسيتايل كولين يمسك في المستقبل فتح بوابه الصوديوم والحته دي بقت مجنونه، قلنا الصوديوم يدخل جوه. في هنا الشبكه الاندوبلازميه الايه؟ الملساء، وده طبعا
ده القطعه العضليه. فاول ما الصوديوم يدخل للشبكه الاندوبلازميه هيحرر منها الكالسيوم. الكالسيوم اللي طلع من الشبكه الاندوبلازميه هيعمل حاجتين، هيكون روابط مستعرضه. الروابط المستعرضه دي تخرج من مين؟ انا خدت الميوسين اهو اثناء العضله ما انقبضتش، اثناء الانبساط اهو انقباض ينبسط مفيش حل تاني. اثناء الانبساط الميوسين مش لامس في الاكتين، وده سؤال. اثناء الراحه عدد خيوط الميوسين التي تتصل بالاكتين صفر. فلما الصوديوم يدخل والغشاء يبقى مجنون والشبكه الصوديوم يروح للشبكه الاندوبلازميه، فالشبكه الاندوبلازميه تطلع الكالسيوم. الكالسيوم يعمل حاجتين، اول حاجه يكون روابط مستعرضه تخرج من الميوسين تقفش. تاني حاجه هو مش بس كون روابط مستعرضه، تاني حاجه ان الاكتين المكان اللي بيقفش فيه الرابط المستعرض كان متغطي، فكان الرابط المستعرض عمره ما يعرف يقفش في الاكتين. فتاني حاجه بيعملها الكالسيوم ان الحته المغطيه ايه؟ بيشيلها، فيخلي الروابط المستعرضه تقفش في الاكتين. عايز فلوس يبقى عايز اي تي بي، عايز طاقه، ثم تقوم الروابط المستعرضه بمصادره الطاقه تقرب خيوط الاكتين من بعض، قربت الخيوط من بعض فخطين زد يقربوا من بعض، فالقطعه والقطعه والقطعه يقربوا من بعض، وهكذا يحدث الانقباض. مين اللي فسر؟ انا كده دمجت عصفورين بحجر ولا حجر بعصفور مش عارف، المهم ضربت العصفورين بالحجر. المهم يعني انا كده اتكلمت على جزئين، ازاي الجنان بيحصل من هنا لهنا، وده اسمه موضوع بيسموه انتقال السلال العصبي من العصب للعضله عشان يحصل انقباض. تاني موضوع اتكلمت عليه، انا اتكلمت على الانقباض شخصيا، وده كانوا بيسموه نظريه الخيوط المنزلقه لمين؟ لعالم اسمه هيكسل، هو اللي قال الكلام ده. دلوقتي يا جماعه العضله ايه؟ دلوقتي العضله ايه؟ العضله هنفضل منقبضين على طول ولا لازم يحصل الانبساط؟ ففي انزيم هنا في منطقه التشابك. ايه الحاجتين اللي موجودين في منطقه التشابك؟ حاجتين، انزيم اسمه الكولين. وهو يا جماعه لما الجنان وصل هنا مش هنا كان في كالسيوم، وبوابه الكالسيوم فتحت دخلت الكالسيوم، يبقى اذا اللي كان موجود في شق التشابك ايونات كالسيوم وانزيم الكولينستريز. المهم العضله دلوقتي منقبضه وانا عايزينها تنبسط. هتنبسط ازاي؟ يجي الكولينستريز يكسر الاسيتيل الكولين، بيكسروا الايه؟ الكولين وحمض الخليك، يرجعوا تاني يكونوا في العصب تاني، يكونوا اسيتيل الكولين تاني. جماعه الكولينستريز دلوقتي مجرد ما بيكسر الاسيتيل كولين الفرح يخلص والمعازيم تروح، كله بيتك بيتك، الصوديوم اللي دخل يطلع، البوابات اللي اتفتحت تقفل، يرجع ده سليم. يعني والعضله وهي بيحصل لها انقباض لازم الغشاء يكون مجنون، فيحصل جنان ثم انقباض. معنى ان العضله تنبسط ده معناه ان غشائها رجع سليم. عشان العضله تنبسط لازم حاجتين، اول حاجه انزيم الكولينستريز عمل ايه؟ كسر الكولين واسيتيل الكولين الى كولين وحمض الخليك، يبقى ده اول حاجه لازم لحدوث الانبساط وجود انزيم الكولينستريز. تاني حاجه ما انا نسيت اقول لك، الرابط المستعرضه اشرف مين؟ في الاكتين. طب لما الكولينستريز يكسر اسيتيل الكولين لازم الرابط المستعرضه تسيب مين؟ الاكتين، فالخيوط تبعد عن بعض. عشان تسيب برضو عايزه فلوس، يبقى الروابط المستعرضه عايزه اي تي بي سواء في الانقباض او جماعه. هو الاي تي بي ده كان عباره عن ايه؟ كنا بنجيب اي دي بي، قلنا الطاقه اللي بتطلع طاقه، الطاقه لو فضلت في الخليه هتخلص على طول، فالطاقه كنا بنحطها في شنطه فاضيه اسمها اي دي بي. الطاقه لو فضلت في الشنطه الفاضيه تقعد تترجرج، فكنت بنحط معاهم وحده فوسفور فنكون احلى شنطه من هنا اسمها اي تي بي. يوم ما الطاقه تحتاج، يوم ما قصدي ما العضله تحتاج طاقه في اي لحظه تفتح الاي تي بي تاخد منها الطاقه وترمي الاي دي بي والفوسفور ده. يبقى اول حاجه هنا اول ما تسمع كلمه مصدر طاقه مباشر في العضله هو الاي تي بي، تعرف ان الاي تي بي هو ده وده هو ده. عشان كده لما اقول لك امتى العضله بتستهلك اكبر قدر من، يعني تطلع لنا اكبر قدر من الاي تي بي في الانقباض والانبساط، امتى العضله تطلع لنا اي دي بي كتير وفوسفور كتير؟ لما الاي تي بي يستهلك كتير، يبقى في الانقباض برضو والانبساط. حد عنده اي مشاكل بالله عليكم فكروني لما اخلص الحصه خالص بسؤال حلو، تمام؟ سؤال فعلا والله اللي هيجاوبه اطلع لكم رقم 100 او 4 نقط، اللي هيجاوبهم ياخد ال 100. واما نقفل الكاميرا ارجع اخدها تاني عشان ما حدش ايه يتكلم. حد عنده اي مشاكل لحد دلوقتي؟ عرفنا العضله تنقبض ازاي، تنبسط ازاي، ومن هنا مثلا اسال السؤال اللي عندي، لو ده عصب وده عضله، ده عصب وده عضله، ده عصب وده عضله، لو ده سليم وسليم، واحنا فاهمين يعني ايه سليم، بره موجب وجوه سالب، سليم وسليم ده في انهي حاله؟ في وضع الراحه. طب سليم ومجنون في وضع انقباض عادي جدا، او لا قدر الله زي ما نرى كل شويه شد عضله، العضله انقبضت وما عرفتش تنبسط فالغشاء بتاعها يفضل مجنون. طب ماشي، ايه تاني هنا لو مجنون وسليم؟
يبقى احنا هنا لسه الاسيتايل كولين ما جاش قفش في المستقبل، او لا قدر الله في مرض مناعي كسر المستقبلات بتاعه الاسيتايل كولين، فالاسيتايل كولين ما قفش في العضله، فالجنين فضل في العصب وما راحش للعضله. حد عنده اي مشاكل لحد دلوقتي؟ حد شايف ان في حاجه ناقصه؟ طب امتى يكون مجنون ومجنون؟ سيبوها في الشد العضلي اقول لكم عليها. امتى العصب يكون مجنون والعضله مجنونه؟ ده في الشد العضلي اللي اتلغى، اللي هو كان مرجرج كده، ده هنتكلم عليها كمان شويه. حد عنده اي مشاكل؟ امسح السبوره. دلوقتي يا جماعه ايه التغيرات اللي بتحصل على العضله اثناء الانقباض؟ جماعه هي طول المنطقه المضيئه ايه اللي حصل لها؟ قلنا طول المنطقه المضيئه هيقل، طول المنطقه اتش يقل وقد تنعدم. ما هو الحته دي اتش، لو اتنين خيوط اكتين قربوا من بعض الحته اللي في النص بس هي الاتش. طب لو لمسوا بعض، حد مش فاهم؟ تاني، دلوقتي يا جماعه اثناء الانقباض طول المنطقه المضيئه اي طولها بيقل، وطول المنطقه اتش كانت كده بقت كده، قل وقد تنعدم في حاله الانقباض التام، الانقباض الشديد، الانقباض الجامد. كل ده مصطلحات واحده توحي ان المنطقه اتش ايه؟ اختفت. اجيب لك سؤال من ادمج لك السؤال بتاع اسئله القطع العضليه، الاس بيساوي الاتش بيساوي ايه ده، واقول لك اذا علمت ان العضله عملت انقباض كامل، ولو انت عارف ان في 5 قطع عضليه احسب لي الاتش صفر. ما تجيش بقى تقول لي الساركومير 5 يبقى الاتش 5. عارف انت السؤال اللي بيوقعك ده؟ ماشي. الاتش هنا تقل وقد تختفي في حاله الانقباض التام الشديد القوي. المنطقه الوحيده الثابته هي المنطقه اي. جماعه خلي بالك، طول الاكتين، طول الميوسين، طول خط زد، كل دول اطوال فهي ثابته. انما طول القطعه العضليه الساركومير، طول الساركومير هيقل. اخر موضوع يا جماعه نيجي نتكلم فيه وضع الراحه والاجهاد والتعب والشد العضلي اللي موجود للعضله. ونحكي مثال الواحد اللي في الجيم. قلنا وانت رايح الجيم بتجيب مثلا شوكولاتايه او شويه عصير عشان يبقى عندك جلوكوز كتير، وقبل ما تشيل وزن بتقعد تسخن عشان تدخل اكسجين كتير. هو ده اسمه وضع الايه؟ وضع الراحه. لو تخيلوا بعد بقى ما اكلت وشربت العصير والشوكولاته والكلام ده كله وسخنت ورايح اشيل دمبل، الدمبل ده بلعب بيه 10 عدات، بلعب بيه كام عده؟ لو هتلاحظوا في اول 5 عدات بطلع وانزل عادي، بطلع وانزل ومن غير ما يظهر على وشي علامات التعب ولا اي حاجه. ده اللي بنسميه وضع الايه؟ وضع الراحه. ده اقصده راحه، ما اقصدش الراحه ان انا قاعد نايم في السرير، اقصد ان العضله مستريحه، بعمل انقباض محترم وبسرعه وبعمل انبساط محترم وبسرعه. ده اسمه وضع الراحه. في وضع الراحه ايه رايكم في الجلوكوز؟ مفيش اكتر منه، خير ربنا كتير. والاكسجين خير ربنا كتير. ففي وضع الراحه اللي هو جلوكوز ربنا كتير واكسجين ربنا كتير، الجلوكوز بيتفاعل مع مين؟ مع الاكسجين، ونطلع كام اي تي بي؟ 38 اي تي بي وثاني اكسيد كربون ومعاهم ميه. ده التفاعل ده كنا بنسميه الايه؟ التنفس الخلوي الهوائي، الحرق، الهدم، الاكسده، ده كله بمسمى واحد. المهم يعني دلوقتي الجلوكوزه الواحده بتطلع كام اي تي بي؟ وتعالى نفترض مع بعض ان في كل عده من ال10 عدات، يعني ايه عده؟ يعني انقباضيه وانبساطيه. تعالى نعتبر ان العدايه الواحده محتاج فيها كام اي تي بي؟ حلو. فانا في اول 5 عدات بطلع بكل بساطه وانزل بكل بساطه، بعمل انقباض سريع، بعمل انبساط سريع، والدنيا زي الفل. وده العضله في وضع الايه؟ في وضع الراحه. معنى كده عشان اعمل ال5 عدات قلت لكم العده الواحده محتاج كام اي تي بي؟ ده معناه ان اول 5 عدات استهلكت كام جلوكوزيه حرقتها؟ 5. بما ان الجلوكوزه الواحده بتطلع 38 اي تي بي كافيه لعده واحده، فانا لعبت 5 عدات يبقى حرقت كام جلوكوزه؟ حلو. ده وضع الراحه. طب ايه بقى وضع الاجهاد والتعب؟ في ال5 عدات التانيين هتلاحظ بقى ايه؟ بدا يظهر عليك التعب والاجهاد ووشك يبدا يطلع عليه حركات غريبه. ان انت بتطلع بالدمبل، بطلع بطلوع الروح وانزل بطلوع الروح، بعمل انقباض مش احسن حاجه وبعمل انبساط مش احسن حاجه، وبعمل انقباض في زمن طويل وبعمل انبساط في زمن طويل. هو ده اللي بيسموه العضله ايه؟ تعبانه او مجهده. طب منين جه بقى؟ ليه حصل الموضوع ده؟ ايه رايكم في جلوكوز ربنا خير ربنا كتير؟ لا والله خلص. الشوكولاته اللي انت اكلتها اتحرقت، او كوبايه العصير اصلا اللي انت شربتها خلاص خلصت. طب ايه رايكم في الاكسجين؟ لا والله الاكسجين اللي انت بقيت محتاجه اكتر من اللي عندك، فانت برضو الاكسجين بالنسبه لك بلح. ولكن بالنسبه للجلوكوز هنقدر نتصرف. احنا كان عندنا مخزن في الكبد مخزن جلايكوجين، يوم ما انت بتحتاج بنرمي جلوكوز فرط فين؟ في الدم. فالجلوكوز عرفنا نحله، الاكسجين ما عرفناش نحله. وانت حضرتك مش راحم الدمبل وعايز تلعب، قال لك خلاص الجلوكوز ده هيضطر لوحده يعمل تنفس خلوي
لا هوائي، يعني مش في وجود الاكسجين، وساعتها كل جلوكوزه هتطلع ايه؟ 2 اي تي بي ومعاهم 2 لاكتيك اسيد اللي هو الاثنين حمض الايه؟ حمض اللاكتيك. تمام؟ وقلنا يعني هو نعم قليل بس يعني يمشي الدنيا معانا، ولكن ليه برضه بنتعب؟ عشان حضرتك كل جلوكوزه بتطلع لنا 2 اي تي بي مشونه بيطلع قصادها 2 حمض اللاكتيك، وحمض اللاكتيك هو حمض وزنه الجزيئي عالي وتقيل. طبعا كل ما حمض اللاكتيك يتكون اكتر، كل ما يتراكم في العضله اكتر، كل ما يظهر عليك التعب والاجهاد. اذا الاجهاد والتعب العضلي بيحدث بسبب تراكم حمض اللاكتيك في العضله، بسبب التنفس اللاهوائي لمين؟ بسبب التنفس اللاهوائي للجلوكوز، لان الاكسجين حصل له ايه؟ في غياب الاكسجين. لحد دلوقتي في مشكله؟ جماعه هي وضع الراحه عامل ازاي؟ كده. ده ما معنى كلمه كده؟ ده انقباض وده انبساط. تمام؟ انما رسمه الاجهاد والتعب العضلي بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بيبقى شكلها عامل كده. انقباض كحيان وخد وقت، لو ده الزمن. انقباض ايه؟ خد وقت طويل، وانبساط خد وقت طويل. يبقى ده العضله في وضع الراحه، انما ده العضله في وضع الاجهاد والتعب. ركز معايا، لو انا جايب لك عضلتين، حلو؟ العضلتين دول عضله اسمها ايه وعضله اسمها بي. عضله زي الظهر مثلا، وعضله مثلا زي الساعد مثلا. بي ده مثلا نقول عليه البجرامي، وايه ده نقول عليه مثلا محمد صلاح. جماعه الاثنين عضلتين في وضع الايه؟ في وضع الراحه، عملوا انقباض بسرعه وانبساط بسرعه، ولكن مين اللي عدد اليافه اكتر، ايه ولا بي؟ بي. فبالتالي قوه انقباضها هتكون اعلى، ولكن سرعه انقباضها عشان تنقبض عايزه وقت طويل. انما العضله ايه؟ اليافها قليله، فقوه انقباضها قليله، ولكن حصل في وقت ايه؟ اسرع. في اي مشاكل في الحته دي؟ والاثنين عضلتين في وضع الراحه. فرق بين العضله اللي في وضع الراحه ده، وفرق بين رسمه العصب اللي هو كان -70 بعد كده طلع لموجب 40 ورجع تاني. ده رسمه العصب، ده رسمه الايه؟ رسمه العضل. حد عنده مشكله دلوقتي مع الراحه او الاجهاد والتعب؟ حاجه نسيت اقولها في حوار العصب، هو اي مؤثر كان كافي ان يحصل الجنان وبوابه الصوديوم تفتح؟ لا. انا قلت لكم المثال المشهور بتاع كوبايه الشاي. لو عندي 3 كوبايات شاي بارده عادي وسخنه محترمه اهي، وسخنه قوي قوي، اول ما تلمس البارده هو ده مش مؤثر؟ المؤثر هنا اللمس، المؤثر هنا البروده، ايا يكن البروده في مؤثر. بس خلي بالك، هل لما حطيت ايدي على كوبايه الشاي البارده ايدي اتنفضت كده وحصل انقباض؟ لا. ده معناه ان مفيش كهرباء اتولدت في العصب اصلا ولا حصل جنان. ليه؟ لان المؤثر ده كان ضعيف، ان هو ينقل العصب من -70 لموجب 40، فبالتالي اصلا مفيش كهرباء حصلت ولا جنان حصل في العصب ولا جنان اتنقل من العصب للعضله، فالعضله ما انقبضتش. عشان كده المؤثر مش اي مؤثر كافي لاثاره العصب. المؤثر القوي المحترم زي كوبايه الشاي السخنه اللي ايدي اتنفضت فيه، هو احنا قلنا قوي على اساس ايه؟ ده كان مؤثر محترم قادر ينقل العصب من -70 لموجب 40، فده مؤثر محترم هيولد كهرباء في العصب، الكهرباء تروح للعضله، فالعضله ايه؟ فالعضله تنقبض. تمام؟ ده اول حاجه نسيت اقولها. تاني حاجه نسيت اقولها ان خلي بالك الزياده في قوه المؤثر مش هتزيد من قوه الاستجابه. انا عارف ان ده كان مؤثر ضعيف كوبايه الشاي البارده وايدي ما اتشالتش، بس لما حطيت ايدي على كوبايه الشاي السخنه ايدي اتنفضت. طب لما حطيت ايدي على كوبايه الشاي السخنه قوي 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 ايدي مش هتطير، صح؟ فالزياده في قوه المؤثر مش هتزيد من قوه الاستجابه. يبقى مش اي مؤثر كافي لاثاره العصب ومش كافي لانقباض العضله، لازم يكون محترم قادر ينقل العصب من -70 لموجب، ومجرد ما وصلت للمؤثر ده الزياده في قوه المؤثر لن تزيد من قوه الاستجابه. حد عنده مشكله مع الراحه والتعب والاجهاد؟ اخر حاجه الشد العضلي. يا حبيبي خلاص، يا حبيبي كفايه طالع يا حبيبي خلاص هتتعب مش قادر، فجاه عملت كده انقبضت زعبه وايه؟ زعبه انزلي مش عايزه تنزل. ايه اللي حصل هنا؟ حصل انقباض من غير انبساط. ليه؟ الكاميرا شغاله؟ ليه حصل انقباض من غير انبساط؟ ليه؟ علشان حضرتك هنا لا في جلوكوز خلاص، كبد جلايكوجين كله بح، ولا في اكسجين، فلا في اي تي بي، فالروابط المستعرضه قفشت في الاكتين بالاي تي بي. طب يلا افصلي بقى واعملي انبساط، معيش فلوس مفيش اي تي بي، فحصل انقباض والعضله ما عرفتش تعمل انبساط وبتترسم كده، ادي انقباض مستمر. في اي مشكله؟ خلي بالك تاني عشان الشد العضلي النوع التاني اتلغى، بس برضه محتاج تعرفه ليك. ده الشد العضلي اللي جاي بعد طلوع روح، اللي انا كنت في راحه وبعد كده يا حبيبي بطل، العضله بقت تعبانه ومجهده، يا حبيبي بطل لحد ما دخلت في الشد. دي مشكله عصب ولا عضله؟ دي مشكله عضله.
ان في شد عضلي تاني اتلغى، هو اتلغى من الباب الاولاني بس انا المفروض اجيب لكم سيرته ان شاء الله في الباراسيرمون، فمحتاج اشرحه، فاشرحه بقى من دلوقتي. ان في شد عضلي تاني ممكن يحصل بسبب وصول نبضه غير صحيح من المخ. تصحى من النوم تلاقي سمنتك ايه؟ مشدوده ومنقبضه ومش عارفه تنبسط، ما انت ما كنتش بتجري ولا كنت بتبذل مجهود. امال ده حصل بسبب ايه؟ قلنا هو بوابه الصوديوم اللي بتبقى مقفوله، اللي لو الصوديوم اتفتح بيدخل الجنان ويحصل الجنان كله. بوابه الصوديوم بتكون مقفوله بايونات ايه؟ بايونات الكالسيوم. فلو شخص الكالسيوم عنده قليل، ما بيشربش لبن، ما بياكلش طحينه، الكلام ده كله، فالبوابه الصوديوم منفسه، فتلاقي على طول ايه؟ هوبا الصوديوم يدخل، عصبي يتجنن، ينقل الجنان للعضله، العضله تنقبض. طب شكرا، حصل خير. حصل خير، العضله انقبضت، يلا هننزل الانبساط. واحنا نازلين الانبساط هوبا صوديوم يدخل، عصب يتجنن، ينقل كهربته للعضله، فالعضله ونقعد بقى ايه كده. فدي رسمه الشد العضلي اللي واصل بسبب النبضات الغير صحيحه. خلي بالك الشد العضلي ده ممكن يقطع، لو كان شديد شويه ممكن يقطع خيوط الاكتين ويسبب نزف دموي. حد عنده اي مشاكل؟ هنا غير السؤال، هنا يا جماعه استهلاك الجلوكوز عامل ازاي؟ هو انا هنا في العده الكام؟ انا لعبت 5 عدات صح؟ بدات اتعب هنا من العده الايه؟ من العده الثابته. فانا في العده الثابته انا عارف ان حد يقول لي ايوه طلعت بطلوع الروح ونزلت بطلوع الروح، بس معلش في الاول والاخر اسمها ايه؟ اسمها عده، وانا قلت لكم العده بحتاج فيها كام اي تي بي؟ 38. اذا علمت ان الجلوكوزه بتطلع 2، ده معناها ان العده الواحده تقريبا محتاج حوالي 19 او 20 وحده جلوكوزه، ده في العده الواحده. اذا كان في اول 5 عدات في وضع الراحه كنت استهلكت كام جلوكوزه؟ 5. اذا بيزيد استهلاك الجلوكوز يا جماعه ويزداد استهلاك مين؟ استهلاك الجلايكوجين المتخزن في الكبد. المثال الجميل المشهور، بصوا بقى هنا. مين العضله؟ ومحدش يقول، كله يعني انا هقول السؤال وانتوا خدوا بريك وكله يكتب في ورقه. مين العضله اللي عندها اكبر كميه من الاكسجين؟ محدش يقول. ومين العضله اللي عندها اكبر كميه بتنتج اكبر كميه من ثاني اكسيد الكربون؟ مين العضله اللي عندها مثلا اقصر طول؟ مين العضله عندها اللي هي بتكون اطول طول يعني؟ مين العضله اللي بيكون عندها اي دي بي كتير وفوسفور كتير؟ كله يطلع كشكوله ويكتب. ملحوظه اخيره بس عشان يبقى المعلومه اتقالت لك، العضله لما بتنقبض، العضله لما تنقبض ايه اللي بيحصل؟ طولها ايه؟ طولها بيقل وسمكها بيزيد. وطبعا احنا عارفين المثال المشهور بتاع الباي والتراي، يجيب لك باي واحد منقبضه، ده معناه ان هي من بره سالب ولا موجب؟ الباي بتاعت واحد منقبضه ده معناه ان هي من بره سالب ومن جوه موجب. طب لو التراي مثلا منبسطه، ما لما التراي منقبضه يبقى التراي منبسطه، يبقى من بره موجب التراي ومن جوه سالب. حد عنده مشكله مع الكلام ده؟ غلط. بس خلاص جماعه، العضله اللي فيها اكسجين كتير 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 ايه؟ واحد عمل انقباض وانبساط محترم وزي الفل. العضله اللي فيها ثاني اكسيد الكربون كتير واحد برضو. هو مش الجلوكوز والاكسجين الكتير بيطلع اي تي بي وثاني اكسيد كربون وميه؟ ففي ثاني اكسيد كربون كتير. العضله اقصر واحده طول، هي اقصر واحده طول 3 بقى، 3 اللي عملت انقباض وما عملتش انبساط، طولها اقل طول واكبر سمك، ده كله كوم، واخر واحده كوم. برافو عليك جماعه. هو انا مش قلت لكم من شويه ان الاي دي بي والفوسفور ومعاه الانرجي اللي هي الطاقه بيطلعوا اي تي بي؟ طب مين اللي عنده اي دي بي كتير وفوسفور كتير؟ اللي خلصت الاي تي بي كله خلص، فبقى الاي دي بي خير ربنا الشنط كلها فاضيه مليانه ومتنوره، يبقى رقم 3. يقول لك ايه المخزون الفعلي للطاقه؟ المخزون الفعلي يا جماعه خلي بالك كلمه المخزون الفعلي ده موجوده في الكتاب. المخزون الفعلي هو الجلايكوجين. المخزون المباشر ده كلمه مباشر يبقى الاي تي بي. طب يا جماعه مصدر الطاقه المباشر هو الاي تي بي. طب ايه هو مصدر الطاقه اللي متخزن في الاي تي بي؟ الجلوكوز. مصدر الطاقه اللي متخزن في الاي تي بي كانت جايه من تكسير الجلوكوز. اعتقد كده قلت ال4 وهتفتحوا الملزمه هتلاقوها. يا جماعه الحاجات دي كلها الحاجات الزيادات بتاعت الباب الاولاني بس اعرفها وما تبصش على كتاب المدرسه. طبعا انا عارف ان الاقي حد معاق في دماغه برضه عنده الشك والوسوسه هيروح يفتح لي كتاب المدرسه. انا كنت كده زمان، فبالله عليك انا بقول لك والله لو انا قلت لك في كلمه واحده ما اتكتبتش روح بص على الكتاب، فما تضيعش وقتك. زي برضه الانسان الذكي اللي الاقيه ليه في واحده لقيتها تقول لي انا بعرف كل حاجه، بتقول لي انا مسجل الملزمه كلها بتفرغها في ورق. فاقول لها بتفرغيها في ورق ليه؟ ما انا كاتبها، يعني انا كاتبها لك عشان ما تضيعيش وقت. تقول لي لا اصل انا ما بعرفش افهم غير لما اكتب.
طب هو ايه الغباء ده؟ طب ما انا كاتب لك ولا خد الهديه دي، ما تبقاش حضرتك كل الناس بتذاكر الدرس في نص ساعه والزيادات مكتوبه اهي هديه، وانت تذاكر لي درس في 10 ساعات تقول لي والله انا بذاكر وبتعب وما بلاقيش مجهود. ما انت حمار، ما انا اقول لك ايه طيب. يلا جماعه، لفظ كلمه الكرياتين بيمنع فقد الايه؟ فقد الميه، مكتوبه في الكتاب تحول دون فقد الماء. بعد كده في رسمه في كتاب المدرسه بصوا عليها، رسمه القطاع العرضي في ساق زف. بص على الرسمه بس، حد يبعتها لي كان منزلها لك على الجروب اي حاجه. قطاع العرض في ساق ذو فلقتين، اللي هي رسمه اللي عارف انت اللي هي كان الخشب والخلايا الكولينشيميه والبرونشيميه، وكان الرسمه اللي كان فيها اسمها ايه؟ النخاع واشعه النخاعيه، رسمه الساق بس على سنه ثانيه فكك منها. ثالث حاجه مقدمه الدعامه في النبات اتشالت. بص على الرسمه، انا بقول لك بص عليها بس مش اكتر حاجه اتضافت بص عليها. ثالث حاجه مقدمه الدعامه في النبات اتشالت، ان هي وسيله لا تدعم الجسم وتحافظ على شكله وتعمل مش عارف ايه، وطبعا الدعامه الفسيولوجيه اتشالت. خلي بالك بيقول على الفقرات الصدريه ظهريه، خلي بالك بيقول عن النطوق المفصلي الامامي علوي والخلفي سفلي، ما احنا قايلين. خلي بالك ان السهم على رسمه الجمجمه، فكك من السهم على رسمه الجمجمه دي في حاجه غلط مش هقولها لك اصلا. احنا عارفين ان ده جزء امامي او وجهي صح؟ ودي كانت عظمه الايه؟ الجبهه. الجبهه تبع ده كان تبع الجزء الخلفي. الجبهه دي قلنا ده اسمه جزء امامي او وجهي، دي الجبهه تبع الخلفي. في الكتاب مشاور بالسهم، سهم مشاور على دي وكاتب عليها الجزء الوجهي. السنه دي الصح واللي صح دايما ان ده اسمه الجزء الامامي او الوجهي، ودي اسمها عظمه الايه؟ الجبهه، ودي تتبع الجزء الخلفي. ده المعلومه الصح اللي حافظينها ونفضل حافظينها. الكتاب اتجاه السهم مختلف وغلط. السهم بدل ما يبقى هنا وعامل عليه الجزء الوجهي عامله فين؟ عامله هنا. ايه دليل ان الرسمه دي غلط؟ تفتح كتاب اللغات، كتاب المدرسه، تلاقي كاتب ان لا يعني تلاقي في كتاب اللغات كاتب على الجزء ده الانتيريور اوفيشال بارت اللي هو الجزء الامامي او الوجهي، يبقى هو اكيد مليون في المية السهم ده غلط. بس دور القفص الصدري في الشهيق والزفير في وظائف اتلغى. خلي بالك الزند بيحتوي على تجويف السكري في النطوق الداخلي غلط بقى النطوق السفلي. خلي بالك يتكون عظام الحوض من نصين الزند يحتوي على الجزء اللي هو بتاع تجويف السكري في النطوق مين؟ مش الداخلي ولا الخارجي ولا الكلام ده، اسمه النطوق السفلي. ما انا عارف ان احنا قلناه المره اللي فاتت. وبعد كده تتكون عظام الحوض من نصين متماثلين، قلنا كانوا مكتوب في كتاب المدرسه زمان يلتحمان، قلنا لا هو بيتصلان بس. خلي بالك ان الغضاريف موجوده في الانف والاذن، بس زود الاذن الخارجيه وبدل الشعب الهوائيه قلنا القصبه برضه قلنا المره اللي فاتت. خلي بالك المفاصل بين النتوءات زلاليه، لذلك المفاصل الغضروفيه دي الموجوده اللي ما بين بس مين؟ جسم وجسم الفقر. معنى كده ان الفقرات تحتوي على نوعين المفاصل، المفاصل الزلاليه والمفاصل الغضروفيه. المفاصل اللي موجوده بين النتوءات زلاليه، يبقى معنى كده ان الفقرات المفاصل اللي بينهم في منها الغضروفي اللي ما بين الجسم والجسم. اي مفاصل ثانيه يعني قلنا الفقره 22 لمسه كام نقطه؟ لمسه 6. معنى كده ان هي عامله كام مفصل غضروفي؟ 2 و4 زلالي. يا رب الكلام يكون واضح يعني. مفصل الورك مسميه الفخذ، من اعراض تمزق وتر اخيل اللي هو قلنا زودنا نقطه التورم اللي ما كانش كاتبها، واحنا كده كنا بناخد ادويه مضاده للالتهاب. تورم في منطقه الاصابه. خلي بالك ذاكر، انا كاتب لك ذاكر الفسيولوجيه كناتج من استنتاج عقلاني ومنطقي وشرحتها عشان لو احتجتها يعني. خلي بالك الجزء الخاص بان الحركه تنشا ذاتيا وتستجيب للمؤثر الايجابي والسلبي، وكل ما كانت وسائل الحركه سريعه والكلام ده كل ما زادت دائره الانتشار، كل ده طار. والهيكل وشروط الحركه اللي احنا لسه قايلينها النهارده كله طار. حته الرغي بتاع الثلاث اجهزه العصبي والعضلي والحركه اعرفهم بس كده، مش لازم الانشا اللي جنبهم ده برده اتلغى. تلاشى فرق الجهد اتشال بدل تلاشى قلنا ايه؟ تغير وانعكس. الاعتراض على نظريه هيكس اللي برده اتشال. الوحده الحركيه اتشالت. التنفس اللاهوائي بتاع حمض اللاكتيك ده خلي بالك ان هو كان في سنه ثانيه كان بيسميه تخمر حمضي. تخمر حمضي، اعتقد لو الزيادات كلها في حاجه اقف عندها. الحته بتاعت الزند بتعشى في النطوق السفلي مهمه. تاني حاجه هو حوار التخمر الحمضي اللي هي التنفس اللاهوائي اسمه تخمر حمضي. بعد كده الشد العضلي اللي كان ناتج عن نبض غير صحي اصلا كده اتلغى. في اي حاجه في الهري ده كله واقف عليها حاجه مهمه مثلا كده؟ الباب الاولاني بلح ايه؟ جماعه المره الجايه لا ما هو انا مش احنا حلينا كتاب الامتحان وحلينا كتاب التفوق في بقى 7000 كتاب في السوق، برهان ونفيس ودليل وحاجات غبيه كده. انا بصيت عليهم كلهم وشفت احسن الاسئله اللي هتضيف لنا، لان ده كله بصمجه حل، احنا مش بنحل لجنه حل.
شفت الاسئله المحترمه فيهم جمعتهم كلهم وحطيتهم في ملزمتي. وقت ما هتحلهم يبقى انت حليت كل حاجه. وهنحل مع الملزمه اسئله السنين اللي فاتت واسئله تجريبيه وحصص مصر وبنك المعرفه. كده اعتقد انت قفلت كل حاجه. الحاجة بس اللي عايز أكد عليها في الفيديو هو علاج الإجهاد. لو حد عنده العضلة مجهدة مثلا أو عنده شد عضلي يستريح عشان العضلة يجيلها أكسجين فتعرف تعمل تنفس خلوي هوائي فتطلع ATP فتعرف تفك الانقباض ده. وخصوصا في الإجهاد يا جماعة خلي بالك إن لما تستريح العضلة بيجيلها أكسجين فبيحصل إيه للاكتيك أسيد أو حمض اللاكتيك اللي اتكون بيحصل له أكسدة. فبالتالي لما يحصل أكسدة الحمض اللاكتيك بيتحرر من الاتنين حمض اللاكتيك 36 ATP. هو مش الجلوكوزا الواحدة كده بتطلع 38؟ طب في حالة التعب يبقى الجلوكوزا الواحدة هتطلع 2 و2 لاكتيك، يبقى الاتنين لاكتيك أسيد دول مخزنين 36، يعني الواحد مخزن 18. تمام؟